منذ تأسيس المملكة على يد الموحد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، أولت المملكة العربية السعودية اهتماما بالغا برعاية كبار السن، حيث جرى إطلاق العديد من المبادرات التي تقدم لهم الرعاية الشاملة. وكانت محافظة عنيزة إحدى المدن التي احتضنت مشاريع كبار السن من خلال تأسيس دار الرعاية الاجتماعية بعنيزة عام 1396 للهجرة في عهد الملك خالد بن عبد العزيز يرحمه الله. ويمتد المقر السابق على مساحة لا تتجاوز 10,000 متر مربع، ويضم بين جنباته 7 أجنحة لآبائنا من كبار السن، وغرفة للعلاج الطبيعي، ومطبخ وصالة طعام، ومكاتب إدارية. وظل المبنى يقدم خدماته طوال ما يقارب 48 سنة ماضية، مع الاستمرار بصيانته وتطويره وتحسينه، حتى وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود انطلاقتنا في رحلة نحو مستقبل أكثر إشراقا مع رؤية السعودية 2030 التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد. وعملت الرؤية من خلال عدد من الأهداف الاستراتيجية والفرعية على تحسين جودة الحياة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن في المجتمع عامة، وفي دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خاصة، لتقوم الوزارة بتوفير مقر جديد في عنيزة مناسب لكبار السن يوافق تطلعات حكومتنا الرشيدة ويلبي احتياجات آبائنا من كبار السن لتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية. أولت حكومتنا الرشيدة اهتماما بالغا النظير في فئة كبار السن من الآباء المسنين، وذلك لعيشهم بحياة كريمة. والحمد لله تم الانتقال لمبنى جديد تتوفر فيه جميع الظروف التي تساعد على حياة كريمة، يتوفر فيها الجوانب النفسية والطبية والمعيشية. ونشكر سمو أمير المنطقة ومعالي الوزير ومن مدير عام فرع الوزارة ومحافظ عنيزة وجميع من ساهم في الانتقال لهذا المبنى الجديد الذي يتوفر فيه جميع المتطلبات الأساسية. ومنذ استلام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم المقر الجديد، تم إعادة تأهيله بما يتواءم مع متطلبات كبار السن، وذلك بجهود وبدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة القصيم وإمارة القصيم، محافظة عنيزة، وأهالي محافظة عنيزة، وعدد من الشركاء من القطاع الخاص وغير الربحي. وتصل مساحة المبنى الحالي لما يقارب 18,000 متر مربع، ويتسع ل100 كبير السن، ويحتوي على ما يلي: مبنى إداري يقوم بالعمليات الإدارية والمالية والتنظيمية لكبار السن، برجين مكونة من 3 أدوار، كل دور يحتوي على 3 أجنحة لتكون منازل لآبائنا من كبار السن، قاعة كبيرة مخصصة للمناسبات والتدريب، صالة طعام كبيرة رُعي فيها الاشتراطات الصحية، مساحة لتحضير وتجهيز الطعام تم تأمين وسائل السلامة فيها، صالة رياضية كبيرة متعددة الاستخدامات، غرف مخصصة للعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل آبائنا من الإصابات المزمنة والطارئة التي قد تحدث لهم، ناد صحي بجميع مرافقه مع احتوائه على مسابح، صيدلية طبية تقدم الأدوية لهم تحت إشراف مختصين، مسطحات خضراء تفتح لآبائنا من كبار السن طوال اليوم وتكون مكانا للقاءات البينية الخارجية لهم، غرف كبيرة مناسبة للإيواء ودورات مياه تم تصميمها بما يتوافق مع احتياجاتهم. أبي إذا ما قلتها فكأنني أنادي وأدعو يا بلادي ويا ركني، حفظ الله آباءنا وأدام عليهم موفور الصحة والعافية. بسم الله الرحمن الرحيم. أبيات ترحيبية.
بمناسبة افتتاح دار الرعاية الاجتماعية بمحافظة عنيزة، وحضور صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز. يا مرحبا يا أمير بدار تحييك، الدار فيها كل علم مجيدي، وقصيمنا الخضراء تشكر لك مساعيك، كل يوم تفتح لك مشروع جديد، والبذل والمعروف تنداب هيديك، سباق تبى المجتمع يستفيدي، الله على كل ما تفعل به جازيك، بالخير والصحة وعمر مديدي، وتواضعك يا أمير دايم مخليك، محبتك عند المواطن تزيدي، وسلامتكم. العمر يفنى والتغير سنة، يكفي الحياة دروسها والعلم